انت عندك دهون حشويه حوالين الاعضاء، بس ممكن تساعد شويه وفي نفس الوقت ان ما ساعدتش انت اصلا كده كده استفدت بيها، ولكن انت عندك مشكله، انت لست طبيعي، انت مش طبيعي، فانت لازم تتبع نظام دايت. يوتيوب، السلام عليكم، ايه الاخبار يا رجاله؟ النهارده هتكلم معاكم في موضوع جديد، موضوع مهم. اتمنى الكل يستفاد فيه ويفهم. انا مهم بالنسبه لي تفهم، ما تشغلش بالك بقى بالكلام بتاع مع احترامي بس، تمام؟ ويفهم ازاي انزل دهون الخواصر او دهون الجلوتس او دهون البطن. هتكلم في الثلاث مناطق دول بصوره عامه، مش هتكلم في منطقه واحده، لان الثلاث مناطق بيسببوا مشكله لمعظم الناس. اول حاجه عشان تبقى فاهم معايا، في حاجه في جسمك اسمها ميتابوليزم، وهي معدل الحرق بتاعك. تمام؟ في ناس بطبيعتها جسمها ناشف، وفي ناس بطبيعتها جسمها دهني. الجسم الناشف ده مهما ياكل ما يزيدش في الوزن، ما يزيدش خالص، بالعكس ده يزيد بصعوبة، وهنا تكمن المشكلة عنده. وفي ناس أجسامها دهنية، هو لو شم الأكل كده بس، هو لو شم أكل بيتعمل شكرا يضرب الوزن، يضرب برضه مشكلة، تكمن المشكلة هنا. هنا في مميزات وعيوب، وهنا في مميزات وعيوب. الجسم الناشف مهما ياكل ما بيزيدش، حلو، ناشف معظم الوقت. لو كل بيتزا النهارده الجسم الناشف تاني يوم على طول يصحى عنده 6 باكس، مفيش اي مشكله عنده. الجسم الدهني مهما يعمل دايت هو بينزل دهون بالعافيه، صعوبه جدا. ولكن الجسم الناشف ممكن نسبه العضلات عنده مش كبيره وبيزيد بطريقه صعبه جدا، ولكن الجسم الدهني نسبه العضلات عنده كبيره وبيزيد عضلات بسهوله، ولكن معاها دهون بسهوله برضه. عندنا في الجسم الناشف ممكن يكون في مشكلة، وهي 90% موجودة عند كل الأجسام الناشفة، وهي نسبة الدهون الحشوية عنده. طب عشان تبقى فاهم ايه هي الدهون الحشوية دي، الدهون الحشوية دي الدهون اللي بتبقى موجودة حوالين الأعضاء عندك. يا كابتن يا ناشف، انت عندك دهون حشوية حوالين الأعضاء. دهونك أو أكلك اللي بيجي يتحول لدهون بيتحول لدهون حوالين الأعضاء، ودي مشكلة كبيرة جدا على المدى البعيد، تعمل لك مشاكل في الأعضاء دي. عشان كده انت تلاقي نفسك عمال تاكل تاكل تاكل، ما بزيدش، والله ده انا حلو. لا يا عم، انت ما بتزيدش وحلو وناشف، ولكن انت عندك مشكله، انت لست طبيعي، انت مش طبيعي. اللي معدل الحرق عنده عالي قوي كده، وعنده دهون بتتراكم في نوع تاني من الدهون، اللي هو الدهون الحشويه، مش دهون تحت الجلد. بالنسبه للدهون الحشويه، الدهون تحت الجلد، الجسم الدهني، او اللي انت شايف عندك كرش وشايف عندك دهون وجسمك مش عارف ايه، ابسط يعني، دي دهون تحت الجلد، دي دهون مفيده اصلا. نرجع لنقطتنا الاساسيه، وهي دهون الخواصر ودهون الجلوتس والسكس باكس او البطن. ليه انا قلت لك الجسم الناشف والجسم الدهني؟ لان الجسم الناشف انت ما اعتقدش هتلاقي عنده كده، لان هو معدل الحرق عنده عالي، ناشف معظم الوقت، جيناته الى حد ما هو ناشف، فانت مش هتلاقي عنده المشاكل دي، فانت هتلاقي المشاكل دي اكتر عند الجسم الدهني. اول حاجه هفهمها لك في دهون الخواصر ودهون الجلوتس ودهون السكس باكس، دي اكتر 3 مناطق دهون صعبه، اسمها دهون صعبه. طيب هرجع معاك تاني، يعني ايه دهون صعبه؟ دهون صعبه يعني اول حاجه الحرق عندك، او عشان تنزل دهون الجسم بيختار الدهون، بيبتدي من الدهون السهله للدهون الصعبه، من الدهون الاسهل للاصعب. ده الميكانيزم بتاعت الجسم بتاعك، ازاي بيحرق دهون، بيحرق دهون من الدهون الاسهل للاصعب. دهون الخواصر ودهون اللوتس عندك والسكس باكس او منطقه البطن، وبعض من الناس الاكتاف، الارجل برضو، تمام؟ اغلب الناس، تمام، الدهون الصعبه بتبقى في المناطق دي، وهي كانت 90% او 100% كمان. اول حاجه تبقى جينات، دهونك متوزعه فين. شخص الدهون اكتر عنده الخواصر، شخص الدهون اكتر عنده الجلوتس، واحد عنده هو الكرش بس دهونه اكتر. دي هنا بقى الجينات، جسمك مختار بقى اماكن معينه يوزع فيها الدهون دي على حسب جسمك انت، بس الاماكن الاكثر شيوعا قلنا عليها الجلوتس، السكس باكس، الخواصر. طيب ايه حلها يا كوتش؟ ازاي انزل الدهون دي؟ فانت لازم تتبع نظام دايت وعجز سعرات كامل، وطبعا اكل نظيف. دايت يعني اكل نظيف، نظام دايت بعجز سعرات عشان تبتدي تنزل دهون وتبني عضلات. وقلنا في الحلقه اللي فاتت ان انت هتبني عضلات هتنزل دهون الضعف،
يعني بدل ما انا كنت ما بلعب كارديو بس وباكل اكل نضيف بنزل دهون مثلا بنسبه 30% في الشهر، لا انت هتلعب تمارين مقاومه وهتنزل بنسبه 60% كمان، السرعه قصدي يعني. طيب انا امتى برضه هينزلوا؟ للاسف دول هيبقوا اخر 3 مناطق ينزلوا في جسمك، اخر 3 مناطق في الدهون ينزلوا في جسمك. طيب ايه الحل اللي ممكن ادخله في النص، او الشيء اللي انا ممكن ادخله من بره او هقول لك على حاجه، او مفيش اي حاجه ممكن تساعدك الا حاجه واحده بس، وهي ان انا ممكن وتساعدك بطريقه غير مباشره كمان، بس ممكن تساعد شويه وفي نفس الوقت ان ما ساعدتش انت اصلا كده كده استفدت بيها. فهي الشيء الوحيد اللي هو ممكن يساعدك في حرق الدهون بتاع المناطق ديت بطريقه غير مباشره وطريقه بسيطه، ان انت تمرن الاماكن دي. تمرين الاماكن ده ممكن يساعدك او يحفز على عمليه الحرق حوالين المنطقه ديت. بمعنى صح، انت لما بتيجي تتمرن عضله بتوصل فيلير، الالياف بتتقطع، فالعضله دي بتكبر، فبالتالي لما بتكبر الدهون بتقل حواليها. فانت الفكره عامله ازاي؟ ده اقل الحلول، ابسط الحلول اللي ممكن توصل لها بطريقه غير مباشره. طيب يا كوتش الكلام ده هنقوله مش علمي ومش منطقي. طيب ماشي، انت استفدت ومرنت المناطق ديت، بس في الحالتين انت مستفاد. ولكن الاهم من كل دوت هو نظام دايت، تمام، عجز سعرات كامل توصل فيه انت اواخر الدايت دوت. بعد ما انت نزلت اكبر قدر من الدهون يبتدي الجسم يخش في حاله ان هو يبتدي يحرق الدهون الاصعب بقى، اللي هي انت عندك، شوف انت الجينات عندك مثلا متراكمه فين الدهون، اذا كان في الخواصر او اذا كان في مثلا الجلوتس، السكس باكس، على حسب. فدي هتبقى اخر مناطق هتشتغل معاك ان هي الدهون بتاعتها تنزل. بس واتمنى لكم الاستفاده، واتمنى ان انتوا يعني تكون على قدر من الفهم، تكون فهمت الموضوع ماشي ازاي والدنيا ماشيه ازاي. وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده، وما تنسوش يعني اللايك لو عجبك، ولو عندك اي كومنت او اي تساؤل اتمنى تكتب في التعليقات، وان شاء الله نجاوب على كل الاسئله. ما تنساش بس تعمل لايك وسبسكرايب. السلام عليكم.